قال لي اختك مصات شي حاجه فيها الميكروب بحال هكا. قلت لي بحال اش الحاجه اللي تكون مصات؟ قال لي وسير سولها. المهم خرج لي الدواء، عطاني وصفه ديال الدواء ودوك التحاليل ملي عطيتهم لي قال لي اختك عندها بكتيريا، تكونت لها بكتيريا في كرشها. المهم انايا جيت عند اختي بقيت كنتسائل مع نفسي كيفاش اختي كيفاش تسبب لها يعني هذا الميكروب. جيت سولتها قلت لها شوفي كلثوم قولي لي الحقيقه اختي شنو وقع ليك شنو هادي، بديت يعني كنستنطق فيها وهي تقول لي الحقيقه. قالت لي اخويا غادي نعترف لك بواحد المشكل وقع ليا. لا واخا اختي قولي لي اعترفي لي. قالت لي بغيت ندوي انا وياك بوحدنا بحال هكا. المهم خرجتها ديتها لواحد الجرده بركت انا وياها قلت لها نشري لك شي حاجه تشربي شي حاجه. قالت لي لا ما بغيت والو. قالت لي انا غنعاود لك شنو بغيت نقول لك غنعاود لك. قلت لها شنو؟ قالت لي ديك السيده امي فاطمه اللي كانت باركه معانا قالت لي راه كنقولوا لها راه قنطنا كنبغيو نخرجوا شويه حدا الباب كتحل لينا الباب كنهبطوا. قلت لها كتهبطوا بوحدكم؟ قالت لي كنهبطوا بوحدنا. قلت لها واخا ملي كتهبطوا قلت لها زيدي. قالت لي كنهبطوا كيجي عندنا واحد الولد كيقول لنا جيو حيدوا من الشمس، جارهم هما هنا في المحمديه. قالت لي كيقول لنا يلا حيدوا من الشمس. قالت لي الوقت اللي كنحيدوا من الشمس قلت لها فين كيديكم؟ قالت لي كيدينا لواحد الموبل العماره رقم 1 مجاوره مع الدار، يعني كيدينا لواحد الموبل كنبركو فيه من بعد كيعنقني. قلت لها ملي كيعنقك شنو كيقول لك؟ قالت لي في الاول عنقني قال لي شنو سميتك؟ قلت لها انا سميتي كلثوم. يعني بقى كيلمس فيها هي حست بواحد الشعور غريب. قالت لي قال لها واش ممكن ندخلوا لهاد العماره بغيت ندوي انا وياك بعضنا البعض واختك تبقى باركه هنا في الباب. يعني هما يا مرض جسديا وذهنيا ولعب لها بالعقل استدرجها لعب لها بالعقل ديالها. المهم قال لها ما تخافيش دخلها لمورا الباب ديال العماره ودار الفعل ديالو المنشئه، يعني حيد لها سروالها واغتصبها وعن طريق على مستوى الفم ديالها. يا فين تفكرت انا بان قال لي الطبيب راه مصات شي حاجه، يعني مارس عليها الجنس عن طريق الفم ديالها. ايوا ومن بعد جيت انايا قلتها لديك السيده قلت لها اختي ملي كيهودوا لتحت واش ما كتهبطيش تردي لهم البال تراقبيهم؟ قالت لي واش انا خواتاتي كنهبطهم لتحت ونراقبهم ونبارك معاهم لتحت؟ قالت لي راني عندي الصابون عندي هادي كنقابل الشغل ديال الكوزينه، راه ما يمكنش ليا نبقى مقابله خواتاتك انا في الارض لتحت في الزنقه في الارض ونبقى مقابلهم هنا في الدار. قلت لها هكاك. المهم انايا اتصلت بخويا اللي هو مسؤول عليهم عاودت ليه المشكل وداك الشيء قال لي ديك السيده تمشي في حالها. مشات هذيك السيده في حالها، من وراء هذا الشيء مشات للجمعيه ديالهم اللي هي مصيبنا لهم لي كارت، الجمعيه التابعه للمنظمه رعايه المعاقين. مشات لعندهم قالت لهم بانني هاد الناس ما بقيتش انا باركه معاهم، يعني ديك المعاونه اللي كانت كتعطيهم الجمعيه كانت كتقاسمها معاهم، النص كتعطيه لهم والنص كتاخذو هي. وكانوا على ما عاودوا ليا كانت واقع عليهم مشاكل معها، كتبقى تنقر عليهم وتبقى تعنفهم حتى هي وداك الشيء. الحيوانات المنويه لقاتهم كان السائل المنوي كان عندها في كرشها فعلا. ملي خرجوا التحليلات تبين ان عندها 80% ديال البكتيريا الحمراء و20% ديال البكتيريا الزرقاء، وهي عندي التحاليل وما نوريهم لك استاذ. الاخت ديالي دابا تراوح العمر ديالها ما بين 49 سنه، والاخت ديالها الاخرى تقريبا 50 سنه، يعني زياده 70 69. وهاد السيده هذا راه افتقد البكاره ديالها لانها لقات في المايو ديالها، لا حياء في الدين، لقات في المايو ديالها الدم، يعني يكون هاد السيده هذا افتكر البكاره ديالها. وراه قالت لي السلطات الناس ديال المحكمه قالوا لي راه غادي دير لها واحد الخبره طبيه من بعد باش نعرفوها، ربما تكون حامله تقدر تحمل لكم في الدار، ولكن انا ما كنظنش غتحمل على حسب لاج ديالها ومن حيث هي معاقه. ومارس عليها الجنس كما قالت لي المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، هي فاش انايا اكتشفت هذا الشيء كندير معاهم باش يعاود عاوتاني يمارس عليها الجنس قدام اختها، واختها كتشوف، واختها كانت حاضره لهذا الشيء، واذا شافوه كيعرفوه. وعطاوني المواصفات ديالو، هو حول من عينيه وعنده شويه ديال الحبوب وكيدير التشويكه، يعني عطاوني المواصفات ديالو. وانا متاكد من هذا الشيء كاين لان خواتاتي ما كيعرفوش شنو هي الكذوب، لان عشت معاهم انا 30 سنه قبل ما نتزوج، وكانوا انا الا شافوني كنت كندير شي حاجه خايبه، بحال مثلا شافوني كنكمي، شافوني كيبلغوا عليا عند با، ما كيبلغوش عليا الكذوب، كيبلغوا داك الشيء كاين. انايا متيقن بان اختي وقع لها هادشي، وهي معاقه يعني جسديا وذهنيا، وعندي لي كارت ديال الاعاقه ديالهم. الاخت ديالي معاقه جسديا وذهنيا لان هاد السيده استغل لها حتى العقل ديالها،
وراني تقدمت بالشكايه لوكيل جلاله الملك. ها هي استاذه الشكايه، وعندي حتى الرقم ديال الشكايه ها هو، ولي كارت ديالهم ديال الاعاقه ديالهم ها هما. جميع الجمعيات اللي كيعرفوهم معترفين بهم منهم مرضى جسديا وعقليا. وهذا السيد هذا يعني هذا الفعل اللي دار راه فعل متوحش، لان هذا السيد هذا استغل العقل ديالهم والجسد ديالهم ودار فيها هذاك الشيء يعني اللي بغى، وولف العاده ديالو، لانه كرر هذا الشيء من بعد ما اغتصبها عاود كرر الفعل ديالو. ما هي مره ما هي جوج، على ما قالت لي اختي، قالت لي راه هي ما هي، سولتها قالت لي راه ما هي مره ما هي جوج، يعني اكثر من 3 المرات. وحاول عاوتاني يدير الفعل ديالو. ساعه الله سبحانه وتعالى ارسلني باش هاد خينا هذا ياخذ فيه الله الحق. كنطالب بالحق ديال اختي، وكنطالب بالحق المدني ديالها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا بقى فيا الحال بزاف، لان كنت بارك مع خواتاتي انا شخصيا ما غاديش يوقع لهم هادشي. وكنطالب حتى من الجمعيات والناس المعنيين والناس المسؤولين الله يجازيهم بخير يعاونوني عليهم ويساندوني عليهم، واخا ما يعاونونيش انا يعاونوهم هما، لانني انا شخصيا واخا ما فحاليش راني كنتعاون معاهم انا والزوجه ديالي الله يجازيها بخير. عطاني الله واحد السيده مرضيه راه